كان يوم عادي، أو على الأقل كان المفروض يكون كده. يوم امتحان في محافظة دمياط. الأهالي نازلين بدري والطلبة رايحين مدارسهم، والكل متوتر كالعادة قبل أي امتحان. الساعة كانت 8:30 الصبح. حصلت حاجة محدش كان مستعد لها. صوت خبط غريب وصرخة وناس بتجري، وفجأة بنت صغيرة مرمية على الأرض في نص الشارع وشنطتها جنبها. وفي وسط الزحمة دي حد بيبص عليها وقال الكلمة اللي حبست كل الأنفاس: دي ريتال. دي كانت لسه في المدرسة من شوية. ريتال خالد طفلة عندها 11 سنة في 5 ابتدائي. كانت رايحة تمتحن، لكن بدل ما تدخل اللجنة لقوها مرمية من الدور الخامس تحت عمارة مش بتاعتها. الناس اتجمعت والإسعاف وصلت. خدوا ريتال وهي بين الحياة والموت. والغريب إن العمارة اللي وقعت منها مش بيتهم ولا حتى جنب بيتهم. طب هي طلعت العمارة دي ليه؟ ودخلتها ازاي ومع مين؟ اللي زود الغموض أكتر إنها كانت لابسة يونيفورم المدرسة والشنطة على ظهرها وجواها كشكول ونص قالب طوب. أيوة زي ما سمعت، نص قالب طوب. دي أول مرة الناس تبدأ تسأل: هو ازاي بنت عندها 11 سنة في يوم امتحان تسيب مدرستها وتروح عمارة مش بتاعتها وتقع من الدور الخامس؟ هل وقعت فعلا ولا حد زقها ولا هي اللي نطت؟ قبل ما نغوص في تفاصيل الواقعة لازم نرجع شوية للمدرسة ونشوف ايه اللي كان بيحصل حوالين ريتال. ريتال زي اي بنت في سنها كانت متوترة من الامتحانات، لكن مش بس كده. في المدرسة كان في كلام كتير بيتم عن مشاكل في علاقات ريتال مع بعض المدرسين. في الأيام اللي قبل الحادثة ريتال كانت غريبة شوية، بتتكلم مع أصحابها بصعوبة وأحيانا بتتجاهلهم تماما. كان في شكوك حوالين مدرس الرياضيات. المدرس ده بحسب كلام بعض الطلبة كان ساكن في نفس العمارة اللي وقعت منها ريتال. الناس بدأت تسأل: هل في علاقة بينه وبين الواقعة؟ هل كان في خلاف أو مشاكل بينه وبين ريتال؟ وكمان في الشارع الجيران قالوا إنهم شافوا ريتال في العمارة دي قبل الحادثة بيوم، لكن مفيش حد يقدر يفسر ليه كانت هناك ومين كان معاها. الشرطة بدأت تحقيقاتها على طول، بس القضية كانت زي لغز معقد. كاميرات المراقبة في المنطقة موضحتش كل حاجة. في كاميرا واحدة ظهرت ظل بنت بين الدور الرابع والخامس، لكن مش واضح مين كانت البنت دي. الشنطة كانت مع ريتال اللي لقوا فيها الطوبة اللي محدش عارف ليه كانت جواها أصلا. التحقيقات لسه ما خلصتش والأهالي محتارين: هل الحادثة كانت مقصودة ولا مجرد غلطة؟ العيلة مواقفهم كانت كلها حزن وصدمة. أم ريتال ما كانتش مصدقة اللي حصل. كانت بتكرر دايما: بنتي مش بتاعت مشاكل، ليه يحصل لها كده؟ أصحابها كانوا مشوشين ومصدومين. ناس كتير قالت إنها كانت شبه طبيعية، بس في نفس الوقت في حاجات كانوا مش عارفينها. قالوا إنها قبل الحادثة بيومين كانت بتتصرف بغرابة شوية وكأنها خايفة من حاجة. دمياط كلها اتكلمت عن الحادثة دي، وسائل الإعلام بتتابع القضية، لكن الحقيقة لسه محدش يعرفها. في الشارع الجيران كانوا بيتكلموا عن مدرس الرياضيات وعن الطوبة اللي كانت في الشنطة وعن كاميرات المراقبة اللي موضحتش الصورة بالكامل. الكل بيدور على إجابات، لكن للأسف الإجابة لسه مش واضحة. ريتال لسه في العناية المركزة والغموض حوالين سقوطها لسه قائم. هل ده حادث؟ هل حد كان وراها؟ ولا كانت بتحاول تهرب من حاجة؟ القصة مفتوحة والأحداث لسه بتتطور، وإحنا هنا بس بنرصد كل التفاصيل وبنحاول نفهم، لكن الإجابة لسه مش موجودة. في تحقيقات الشرطة اتكلموا مع ناس كتير حوالين ريتال، بس إحنا ما لقيناش دليل قاطع لحد دلوقتي، وبنشتغل على كل الاحتمالات.
في حالات كتير بتوضح لنا ان الاطفال احيانا بيواجهوا ضغوط نفسية بس مش بتظهر للي حواليهم. ممكن الطفلة تكون كانت محتاجة مساعدة نفسية، لكن كنا هنعرف ازاي من غير ما تتكلم. القصة ما انتهتش، ريتال لسه في العناية المركزة، والأسئلة لسه موجودة في كل بيت في دمياط وفي مصر كلها. هل هي ضحية حادثة ولا في حاجة أكبر من كده؟ كل اللي نعرفه إننا لسه بنتابع ولسه بندور على الحقيقة. دي كانت قصة ريتال، الطفلة اللي وقعت من السما واللي اللغز بتاعها لسه ما اتحلش.